السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عملناها بطرق كتير، بس أفضل طريقة لها هي الطريقة الأساسية بتاعتها. ايه ده يا أم أحمد؟ طبعا الكوارع يا ولاد هنعملها بالطريقة الأساسية بتاعتها اللي الناس كلها بتعملها بيها. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. طبعا اتغسلت غسيل حلو، كنت نقعتها طبعا في ليمون وملح ودقيق. يعني اتغسلت حلوة جدا، صفناها من المية. حطيت بقى بوكيه جرنيه ونشفتها الأول كده، اديت لها تشويحة بسيطة كده، ورحنا نازلين بالمية المغلية. أنصحك لازم المية المغلية يا حبايب قلبي. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا احنا مش عاملين فتة يا ولاد، انا عاملاها من غير فتة. فنعمل ايه بقى؟ هنعمل الصوص بتاعها اللي بتاع الطماطم مع التوم كده. تمام. نزلنا طبعا بالتوم، ما بحبش احمر التوم قوي، لازم يبقى فيه روح كده، فاهمني؟ يعني بياخد يعني تشويحة بسيطة خالص، وننزل بمعلقتين خل، وبعد كده بننزل بالطماطم. حطيت الطماطم ونزلت عليه معلقة الفلفل اللي انا عملته معاكم، الفلفل الاحمر ده بارد. حابة تحط سبايسي مفيش مشاكل، حطيت مكعب ماجي. وحطينا شوية توابل اللي هي السبع بهارات، والتوابل اللي انا عملتها معاكم. صلوا على رسول الله يا حبايب قلبي. ما شاء الله ولا قوة الا بالله، الاكل كان تحفة ما شاء الله، والريحة تجنن. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. عملوها بنفس الطريقة طبعا، ورز بشعرية انت والشطار طبعا، وعملنا السلطة ونزلنا بها كده. دي الطريقة احلى طريقة بالنسبة لي، لان في ناس بتحط على وشها الصوص ده وتحمرها في الفرن. لا، انا عجبتني هي الكوارع، هي نفس اللي انتوا شايفينها دي يا ولاد. طالعة تحفة، جميلة جميلة وطعمة جدا. يلا يا حبايب قلبي، اللي مش متابعني تابعوني، ويا رب تكونوا بتستفادوا من فيديوهاتي، ويا رب أكون عند حسن ظنكم. صلوا على رسول الله كتير يا حبايب قلبي. ندعي دعوة من قلوبنا كده لإخواتنا في غزة، يا رب ينصرهم، ويا رب يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويرحم موتانا موتى المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. الطريقة تحفة.